هذه الجزيرة التي نذهب إليها هي جزيرة لومبوك في أندونيسيا، اشتهرت باسم جزيرة الحفاظ لكثرة حفاظ القرآن الكريم فيها. فأسأل الله سبحانه وتعالى لنا التوفيق. نحن مسافرون من دولة إلى أخرى من أجل أن نبين عظمة هذا القرآن الكريم. أطوي به درب البعيد والخير في قلبي يزيد في حضرة الذكر الحميد والروح طابت في لقاه نبرس خير للحياة نمضي به نحو الإله ويطوف في كل الدروب نورا تجلى في من أميز وأفضل المراكز القرآنية اللي زرناها في جزيرة لومبوك. لا والله مو جزيرة لومبوك، بل في أندونيسيا كلها. من عدد الحفظة المتقنين اللي وجدناهم في هذه المدرسة، وهو معهد العزيزية. شيخ فهد الكندري إمام المسجد الكبير في الكويت. طيب إن شاء الله شيخ مصطفى، كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله؟ طال الله في عمرك. كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله؟ الله يحفظكم، الله يحفظكم، الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم. تفضل شيخنا. شيخنا بارك الله فيكم ما شاء الله. شكرا جزيلا على هذا المكان الجميل، المكان القرآني وهذا المعهد ما شاء الله الرائع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم. القرآن الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما شاء الله تبارك الرحمن. أجواء ما شاء الله رائعة في هذا المكان، ومعي الشيخ مصطفى الذي أسس هذا المكان معهد العزيزية في جزيرة لومبوك. حقيقة أجواء أنا وفريق العمل مستمتعون. حقيقة عندما وصلنا أنا وفريق العمل في هذه الجولة القرآنية، عندما وصلنا إلى هذا المعهد ودخلنا ورأينا هذا المشهد العظيم، الطلبة الذين ترونهم ما شاء الله يصلون تقريبا 2000 طالب، شد الانتباه ما شاء الله تبارك الرحمن. حقيقة أجواء ممتعة في معهد العزيزية، ومعي المؤسس الكبير ما شاء الله لهذا المعهد المشهور في أندونيسيا وحوالين أندونيسيا، وهو الشيخ ما شاء الله مصطفى عمر عبد العزيز، الذي سمي هذا المركز بسبب جده عبد العزيز، وأيضا لأنه درس في العزيزية فوافق ذلك بين الأمرين. ها شيخنا ما شاء الله، كيف حالكم يا شيخنا؟ الحمد لله طيبين إن شاء الله. بنى هذا المركز المتميز الشيخ مصطفى عمر عبد العزيز سنة 1985 بعد أن رجع من مكة المكرمة، حيث كان الشيخ يدرس في الحرم المكي الحديث والتفسير لمدة 11 عاما. كان الشيخ مصطفى عمر يتمنى أن يكون له معهد خاصة لتحفيظ القرآن، وبدأ الشيخ عمله مبتدئا أو ابتداء من مسجد في قريته. نحن أسسنا هذا المعهد أولا خاصة القرآن الكريم. والحمد لله حتى تم الدراسة كلهم على الطالبين الطالبات كذلك. نعم. هنا طالبات شيخنا؟ طالبات نعم. يوجد طالبات. كم تقريبا طالبة؟ 700 ما شاء الله تبارك الرحمن. نعم. 700 طالبة. يا طالبات نعم. نعم. بعد أن شاور أهله باع كل ما لديه من الأموال. تخيلوا معي، باع كل البساتين اللي يملكها لكي يبني هذا المعهد القرآني. هذه هي التجارة الحقيقية مع الله سبحانه وتعالى. انظروا معي أن في هذا المعهد الآن يدرس القرآن أكثر من 2000 طالب. تخرج من هذه المدرسة أكثر من 300 طالب ختموا القرآن الكريم كاملا. يا بختك يا شيخ مصطفى. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. كم سنة أنت في هذا المعهد؟ 3.
3 سنوات؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. كم عمرك الآن؟ 13. 13 عاما، ما شاء الله تبارك الرحمن. جاهز أختبرك في القرآن؟ إن شاء الله. جاهز؟ بإذن الله. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. ما شاء الله، ما شاء الله يا شيخ، ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب. يستغرق الطالب في معهد العزيزية لكي يحفظ القرآن الكريم كاملا 3 إلى 4 سنوات تقريبا، وأذكر أنهم لا يتكلمون اللغة العربية.